انطلقت فعاليات المنتدى البيئي الدولي الثالث الذي تنظمه جامعة طنطا تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الدولة لشؤون البيئة ومحافظ الغربية لمدة 3 أيام بقاعة المؤتمرات بالجامعة. ويشارك في المنتدى أكثر من 200 باحث و35 عالما من 11 دولة أجنبية و16 جامعة أوروبية وأمريكية وعربية وإفريقية ومصرية للخروج بتوصيات مهمة من شأنها تقديم الحلول لأبرز المشكلات التي تواجه البيئة المحلية والدولية. الوقت ده مستقبلا نبدأ نركز في محور. فكانت خطة الجامعة ان 13 كلية تشارك في هذا المنتدى، وفعلا جميع الكليات من الطب الى التمريض شاركوا. حتى يوم الاحد كان عندنا ورشتين عمل كان الحضور فيهم مميز جدا وعالي في مجال مكافحة العدوى والتوثيق بالنسبة للمستشفيات، لان ديت حاجة خطيرة جدا. احنا بنحتاج ملفات توثيق نعرف اكتر نوع من الميكروب ساير او كلام من ده. احنا كل مرة بنتناول يعني جزء معين من التلوث. المرة دي في هذا المؤتمر عندنا 18 محور للدراسة داخل المنتدى، في مجموعة من السيشنز ومجموعة من اللقاءات، ومع مجموعة من الزوار والعلماء الأجانب حوالي 40 زائر أجنبي، 200 بحث مقبول في المؤتمر أو في الندوة. بنتكلم عن المخلفات الصلبة وطرق التخلص منها، بنتكلم عن طبقة التلوث في الهواء وفي المية وفي جميع الوسائط اللي بتنقل هذا التلوث، وإزاي نتغلب عليها بشكل علمي في ضوء المتغيرات اللي بتحدث في العالم. كل وقت وكل وقت قصير بيحدث متغير جديد في العالم.